عزيزي المستمع، يا مساء الليالي المقمرة اللي أسرارها بتطلع لما الدنيا تضلم، أو يا صباح الخير لو لسه بتحاول تفوق من حلم غريب شفته امبارح. في يا عزيزي حكايات كده ما بتتحكيش غير بالليل، وفي القرى البعيدة الهادية جنب الترع والحقول. حكايات بتخلي الرجالة الكبيرة تخاف تمشي لوحدها بعد نص الليل، وبتخلي العيال تستخبى في حضن أمهاتهم. حكايتنا النهاردة واحدة من الحكايات دي. تخيل معايا إنك فلاح بسيط راجع من غيطك بالليل بعد يوم شغل طويل، والجو هادي ومفيش غير صوت صراصير الحقل. وفجأة تسمع صوت ست بتنادي على اسمك، صوت مفيش في جماله ولا حلاوته، صوت كأنه متفصل على مقاسك، بيندهلك باسمك اللي ما حدش يعرفه غيرك. صوت بيسحبك ليه غصب عنك، بيخليك تنسى بيتك وعيالك ودنيتك كلها وتمشي وراه مسحور زي اللي معمول له عمل. يا ترى مين صاحبة الصوت ده وليه بتنادي عليك؟ النهاردة عزيزي المستمع في نسمة صوت هنفتح ملف واحدة من أشهر وأغرب وأجمل وأكتر الأساطير رعب في تراثنا الشعبي المصري، أسطورة النداهة. هنشوف إيه أصل الحكاية دي، وإيه الأوصاف المختلفة اللي اتقالت عنها، وهل هي مجرد خرافة لتخويف الرجالة عشان ما يرجعوش بيوتهم متأخر، ولا ممكن يكون وراها حكايات حقيقية لناس اختفت أو اتجننت في ظروف غامضة، وإيه سر ارتباطها دايماً بالليل والترع والحقول؟ استعد، القصة هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تمشي جنب أي ترعة بالليل لوحدك. يا حسن يا حسن. قبل ما ندخل في تفاصيل حكايات النداهة، لازم الأول يا عزيزي نعرف إن الأسطورة دي مرتبطة جداً بالبيئة الريفية في مصر، وخصوصاً في الدلتا. قرى هادية حواليها حقول واسعة بتتحول لضلمة كحل بالليل، وترع ومصارف المية فيها ما بتتحركش كتير، وساعات بيطلع عليها ضباب خفيف. الجو ده لوحده بيخلق إحساس بالغموض والترقب، وبيكون بيئة خصبة لظهور الأساطير والحكايات الخرافية. أسطورة النداهة دي من الأساطير الشفوية، يعني بتتنقل من بق لبق ومن جيل لجيل. مفيش كتاب قديم بيقول النداهة هي كذا وكذا، لأ، دي حكايات كبرت واتطورت مع الناس، وكل منطقة وكل قرية زودت عليها التاتش بتاعها، بس في عناصر أساسية تقريباً متفق عليها في كل الحكايات. السؤال بقى عزيزي المستمع، الحكاية بتبدأ إزاي بقى؟ هقولك. عادة بيكون بطلها راجل أو شاب ماشي لوحده بالليل جنب ترعة أو في وسط الغيطان، وفجأة يسمع صوت ست بتناديه باسمه، والصوت ده يا صاحبي مش أي صوت. الحكايات كلها بتوصفه إنه صوت ساحر وجميل بشكل لا يقاوم، صوت فيه حنية ودلع وإغراء يخلي أجدع شنب يدوخ ويسرح. النداهة دي ذكية قوي، ما بتناديش اسمه والسلام، لأ، دي بتنادي على الشخص باسمه الحقيقي اللي ما حدش يعرفه غيره. يا فلان تعالى، أنا هنا. وهنا بقى بتبدأ المعضلة. لو الراجل ده قلبه جامد وقدر يقاوم النداء وما ردش عليها، ممكن ينجو بحياته، بس ممكن يتصاب بحمى شديدة أو يفقد النطق مؤقتاً من الخضة. طيب شكلها إيه بقى النداهة دي؟ هنا بقى الحكايات بتختلف. في اللي بيقول إنها جنية جميلة جداً، فاتنة، شعرها طويل أسود وعينيها ساحرة، بتظهر للرجالة عشان تغويهم وتاخدهم لعالمها تحت المية. وفي اللي بيقول إنها روح ست غرقانة ماتت غدر أو بحسرتها، وروحها تايهة وبتنادي على أي حد عشان يونسها أو عشان تنتقم من الرجالة كلهم.
وفي اللي بيقول إن محدش بيشوفها أصلاً، هي مجرد صوته بس، ولو حد شافها بيشوفها على هيئة أكتر واحدة ست بيحبها أو بتشغل باله، عشان كده ما بيقدرش يقاومها. وفي كل الحالات هي رمز للجمال القاتل والإغراء اللي وراه هلاك. طيب عزيزي المستمع، بعيداً عن الخرافات والجن والعفاريت، هل ممكن يكون في أي تفسير شبه علمي أو اجتماعي للأسطورة دي؟ الباحثين في الفولكلور والتراث الشعبي عندهم كم نظرية مثيرة للاهتمام. ناس بتقول إن صوت النداهة ده ممكن يكون مجرد تفسير خيالي لأصوات طبيعية غريبة بتحصل في الريف بالليل، زي صوت الريح وهي بتعدي بين عيدان الغاب أو الزرع الطويل، أو أصوات حيوانات ليلية معينة، أو حتى صدى الصوت في المناطق الفاضية جنب الترع. والإنسان بخياله وبخوفه من الضلمة بيحول الأصوات المجهولة دي لصوت ست جميلة بتناديه. نظرية تانية بتقول إن الفلاح اللي بيشتغل طول اليوم في الشمس وممكن يكون بيعاني من ضغوط نفسية أو مشاكل، وهو راجع لوحده بالليل في مكان هادي وموحش، عقله الباطن ممكن يخليه يشوف أو يسمع حاجات مش موجودة. الهلوسة دي بتكون انعكاس لرغباته المكبوتة أو مخاوفه الدفينة، يعني هو عايز يسمع صوت ست حلوة بتناديه، فخياله بيخلق له الصوت ده. النظرية الأقوى والأهم بقى عزيزي المستمع بتقول إيه؟ بتقول إن أسطورة النداهة دي تم اختراعها أو تضخيمها عشان تخدم هدف اجتماعي مهم، هو إنها تخوف الرجالة من السهر بره البيت أو الصياعة بالليل، وتخليهم يرجعوا لبيوتهم ومراتاتهم بدري، وكمان عشان تخوف الشباب من المشي لوحدهم في أماكن خطرة بالليل ممكن يكون فيها قطاع طرق أو حيوانات مفترسة. يعني النداهة كانت بعبع للكبار، طريقة غير مباشرة لفرض النظام والأخلاق في المجتمع الريفي المحافظ. أسطورة النداهة يا عزيزي ما كانتش مجرد حكاية بتتحكي في القرى وبس، دي ألهمت كتير من كبار الكتاب والفنانين المصريين. يمكن أشهر عمل تناولها هو رواية النداهة للأديب الكبير يوسف إدريس، اللي اتحولت لفيلم شهير سنة 1975 بطولة ماجدة وشكري سرحان. الفيلم ده قدر يجسد بشكل عبقري الصراع بين حياة الريف الساذجة والبسيطة اللي بترمز ليها النداهة كخرافة، وحياة المدينة الصاخبة والمادية. في الرواية والفيلم النداهة ما بقتش مجرد جنية بتخطف الرجالة، دي بقت رمز لحاجات أعمق بكتير، بقت رمز للإغراء، للحلم بحياة مختلفة، للتمرد على الواقع. بقت هي نداء المدينة الصاخب اللي بينادي على بطلة الفيلم عشان تسيب قريتها وتروح للقاهرة، وفي الآخر بيغرقها في مشاكله وهمومه. وبكده يوسف إدريس استخدم الأسطورة الشعبية عشان يعبر عن قضية اجتماعية وفلسفية كبيرة. وده يورينا عزيزي المستمع قد إيه الأساطير الشعبية دي غنية بالمعاني والرموز، وإنها مش مجرد حكايات للتسلية أو التخويف، دي مراية بنشوف فيها نفسنا ومخاوفنا وأحلامنا وصراعاتنا الداخلية. النداهة ممكن تكون جوه كل واحد فينا، صوت داخلي بينادينا عشان نعمل حاجة معينة، سواء كانت الحاجة دي خير أو شر، نجاة أو هلاك. في الآخر يا عزيزي، بعد رحلتنا في عالم النداهة الساحر والمرعب ده، وبعد ما شفنا إزاي خرافة بسيطة ممكن تكون شايلة جواها كل المعاني دي، الواحد لازم يقف احترام لعبقرية الخيال الشعبي اللي قدر يخلق أسطورة بالجمال والعمق ده. يمكن النداهة بتاعت زمان اللي كانت بتنادي بصوتها الساحر جنب الترعة ما بقتش موجودة دلوقتي بنفس الشكل، بس يمكن ظهرت نداهات تانية في حياتنا العصرية أشد خطورة وأكثر إغراء. نداء السوشيال ميديا اللي بيسرق عمرنا، نداء الفلوس السريعة اللي ممكن يودينا في داهية، نداء الشهرة الزائفة، نداء أي حاجة بتوعدنا بسعادة وهمية
وفي الآخر بتغرقنا في بحر من المشاكل. المهم إننا نتعلم من أسطورة النداهة الدرس الأهم: مش كل صوت حلو بينادي علينا لازم نجري وراه. لازم نشغل عقلنا ونحكم قلبنا، ونعرف نفرق بين النداء اللي هيودينا بر الأمان والنداء اللي هيغرقنا في بحر الضياع. عزيزي المستمع، دي كانت حكايتنا النهاردة في نسمة صوت عن أسطورة النداهة الجنية اللي صوتها أحلى من العسل وأخطر من السم. يا رب تكون استمتعت بالحدوتة دي وخلتك تفكر معانا في النداهات اللي في حياتنا كلنا. ولغاية ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات تراثنا اللي مليان أسرار وعبر، بنقولك خلي دايماً ودانك صاحية وقلبك واعي، وما تخليش أي نداهة تضحك عليك. ويا رب يومك كله يبقى قرارات سليمة، ويا رب كل أحلامك تكون خالية من الكوابيس، وكل لياليك أنس وفرح وسعادة.